كتير مننا بيتوتر وقلقان وخايف ان هو ممكن بعد المذاكره والتعب ده والحل بقى والسهر وانك تصحى بدري وبتاع، في الاخر ربنا ما يكرمكش وما تجيبش نتيجه او ما تجيبش مجموع، او تيجي الامتحانات صعبه اصلا. يعني انت تكون ذاكرت حاجات وتلاقي الامتحان جاي في حاجات انت اول مره تشوفها في حياتك. في ناس متوتره من الموضوع ده، والتوتر ده كمان بيأثر عليهم بالسلب وبيخليهم ما يذاكروش وما يكملوش مذاكره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جامد والله. انا عارف ان انا بصورش كتير وما عدناش بنصور، بس انا عندي امتحانات، دي حاجه، وتاني حاجه ان انا سايبكم تذاكروا، مش عايز اشغلكم كل شويه بفيديوهات واضيع وقتكم. اي نعم هو مش تضييع وقت، بس لا، ركز في مذاكرتك، ركز في مذاكرتك. انا فاكر والله ما كنتش بفتح يوتيوب ده، او ما كنتش بفتح فيديوهات عامه ولا امسك تليفون غير يعني مثلا ممكن تقول نص ساعه في اليوم ولا ساعه في اليوم، ان انا ارفه عن نفسي شويه. ذاكر واجتهد، والله ذاكر واجتهد، لان الوقت ده مش هيرجع تاني. المهم، الموضوع بتاع النهارده موضوع التوتر والقلق والخوف ومش عارف ايه. كذا حد بعت لي كلمني على الانستا وكده، وكلمني في موضوع التوتر، انا خايف ما اجيبش مش عارف ايه. في حديث قدسي عن ربنا سبحانه وتعالى قال: انا عند ظن عبدي فليظن بي ما شاء. انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ربنا عند ظن عبده. يعني مثلا ايه؟ انت بتظن ان انت ان شاء الله ربنا هيكرمك، وان شاء الله الامتحانات هتيجي سهله، وان شاء الله انك هتحل الامتحانات هتيجي سهله وهتحل وربنا هيكرمك. طب انا بظن ان انا مش هجيب، وان انا ما عنديش تفاؤل كده، واللي هو بص يعني مش هجيب، والامتحانات هتيجي صعبه، ومتشائم. هيحصل ده ومش هتحل حاجه. طب انت بتخوفنا ليه؟ انا مش بخوفك، انا بقول لك الحقيقه. هو ربنا قال كده: انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. انت ظنك ايه بربنا؟ ظنك ان ربنا هيكرمك؟ هيكرمك. انا هحكي لك موقف حصل معايا. صلى على النبي الاول صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وسلم. كنت رايح مسابقه قران، الكلام ده وانا في اولى اعدادي. كنت رايح مسابقه قران في القاهره، مسابقه اسمها مسابقه شيخ الازهر. كنا ختمين القران انا واثنين اصحابي، كنا 3. الشيخ خدنا عشان يودينا دخلنا المسابقه دي، مسابقه شيخ الازهر. المهم بعد المسابقه كان معانا واحد رابع، سالنا: ايه عملت ايه يا خالد؟ عملت ايه يا عبد الله؟ عملت ايه يا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن قال انا هسقط، وعبد الله قال انا هسقط. جه سالني، قلت له ان شاء الله ايه ربنا هيكرمني، بس ما قلتش غير كده. وقلت لهم يا جماعه تفاءلوا بالخير تجدوه. يعني انت اتفائل خير وان شاء الله هتلاقي الخير، اتفائل خير هتلاقي خير. قلت لهم الجمله دي: تفاءلوا بالخير تجدوه. فطبعا فات شهر والتاني النتيجه ظهرت، والمفاجاه ان هما الاثنين سقطوا، وانا الحمد لله نجحت وجبت 95%، وخدت في المسابقه ديت بالظبط 995 جنيه. يعني مش عارف ليه، يعني كانوا كملوها 1000، لا انا واخد 995، اقل من 1000 ب 5 جنيه. يعني في سنتها لا، كان المبلغ كبير. يعني اللي انا عايز اوصله ايه؟ ان انت دايما تفائل خير. هم قالوا انا هسقط فسقطوا، انا قلت ان انا ربنا هيكرمني فالحمد لله ربنا كرمني. بس ده اللي انا بتكلم فيه. فهمت يعني ايه حسن الظن بربنا او التفاؤل بالخير؟ خليك متفائل، ما تبقاش متشائم في اي حاجه. وبرضه مش معنى كلامي ان انت تتفائل بس وما تذاكرش، لا، ما هو انت بتذاكر بتعمل اللي عليك، وبرضه بتبقى متفائل خير وبتبقى ظالم بربنا خير، فربنا بيكرمك. بس ده اللي انا بتكلم فيه. عايزكم تطمنوني تحت كده في الكومنتات، اكتبوا لي عاملين ايه في المذاكره، اخبار السعي ايه، طمنوني عليكم كده. ولو حد عنده سؤال وعنده حاجه يكتبها برضه في الكومنتات تحت، ان شاء الله هرد عليها. ده كان اخر الفيديو. وفي مقوله حلوه كده عايز اختم بيها: واني لادعو الله حتى كانما ارى بجميل الظن ما الله صانعه. يعني بدعي ربنا ومن جوايا كده انا عندي حسن ظن في ربنا ان شاء الله هيديني اللي انا بدعي بيه ده. بس استنونا فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.